قائمة أفلام عيد الفطر 2025. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. العيد فرحة وأحلى فرحة، وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم، يا رب يكون عدى عليكم بالخير واليمن والبركات. النهاردة هكلمكم عن قائمة الأفلام المصرية اللي هتظهر على شاشات السينما في عيد الفطر 2025، واللي بتتنوع في أحداثها ما بين الكوميديا الشبابية الخفيفة والاجتماعية، واللي بيقوم ببطولتها مجموعة من أهم نجوم الساحة الفنية في الوقت الحالي. بس ما تنساش لو الفيديو ده عجبك تعمل لايك وتشترك في القناة علشان يوصلك كل ترشيحاتنا المميزة، وما ننساش برضو قبل ما نبدأ نصلي على النبي وندعي لإخواتنا بالنصر والثبات لأن المحنة لسه مستمرة. ويلا بينا نبدأ قائمتنا. رقم واحد معانا في القائمة هو فيلم نجوم الساحل، وده من نوعية الكوميديا الشبابية وأفلام الحفلات، ومتوقع نشوف فيه كوميديا ومواقف مضحكة. أفخم حفلة في الساحل. يا ساحل. وجو شبابي مليان طاقة. أبطال الفيلم هم مجموعة من الشباب زي أحمد داش وميان السيد وعلي صبحي وأحمد عبد الحميد وعلي السبع ومالك عماد وتميمة حافظ، وكمان هيشارك في الفيلم الفنانة ليلى عز العرب ومحسن منصور. أما بقى الإخراج فهو لرؤوف السيد اللي ليه تجارب شبابية أهمها فيلم الحريفة. وقصة الفيلم بتدور حوالين حب بيبدأ في الساحل الشمالي وسط مواقف كوميدية وتحديات ما بين الشاب والفتاة. وكمان الفيلم بيركز على مجموعة الشباب اللي بيقرروا إن هم يعملوا حفلة غير تقليدية هناك، وده هيكون سبب في أحداث ومواقف كوميدية كتير هنشوفها في الفيلم. الفيلم التاني معانا هو فيلم سيكو. الفيلم ده ظاهر ان هو هيكون مزيج في الحركة والضحك، يعني فيلم كوميدي ومغامرات وفي جرعة من التشويق والإثارة. عايزين سكيورتي يأمن البضاعة هولندا، وعايزين طيارين دليفري. فمش هيكون الضحك بس هو اللي مسيطر على الفيلم، لا ده كمان هتحس بالتوتر في لحظات معينة. اما بقى بالنسبة للأبطال فهنشوف فيه عصام عمر وطه الدسوقي، الثنائي ده اللي ظهر في رمضان بشكل مميز، ومعاهم برضو نجوم كبار زي باسم السمرة وخالد الصاوي وطارق عماد وديانا هشام وعلي صبحي وسليمان عيد وعلاء المرسي. والفيلم من إخراج عمر المهندس. القصة بتدور حوالين 2 شباب، واحد منهم بيشتغل في شركة شحن والتاني مدمن ألعاب فيديو، وبيتورطوا في مشكلة كبيرة بتاخدهم في طريق غير متوقع وبيحاولوا يخرجوا منها بأقل الخسائر. الفيلم التالت معانا هو فيلم الصفا الثانوية بنات، والفيلم ده الظاهر ان هو هيكون جرعة كوميدية مليانة مواقف مضحكة. الصفا الثانوية بنات، امال فين الولاد؟ اما بقى بالنسبة للأبطال فنشوف في الفيلم علي ربيع ومحمد أسامة ومحمد ثروت ولينا صوفيا وبيومي فؤاد وسارة الشامي وهالة فاخر ووئام مجدي واسماعيل فرغلي وإسراء رخا، وكمان هنشوف فيه ضيوف شرف زي عصام الحضري واحمد حاتم ومحمود الليثي. الفيلم ده من اخراج عمرو صلاح. اما القصه فهي عن مدرس جديد وطموحه ان هو ينتقل لمدرسه بنات، وبيلاقي نفسه وسط مواقف كوميديه كتير، والمفاجاه هنا ان هو بيكون مضطر يدرب فريق السله بتاع المدرسه دي، والهدف بس مش انه يفوز بالمباريات اللي هيخشها، لا ده كمان عايز ياخد الجائزه الكبيره علشان ينقذ المدرسه من الافلاس. فهنشوف بقى علي ربيع هيعمل ايه في الفيلم ده كمان، خصوصا ان هو تجربته في السينما مش احسن حاجه. واخر فيلم معانا في القايمه هو فيلم فار بسبع ارواح. الفيلم ده كوميدي ولكن فيه لمسه رعب خفيفه. الجثه دي مين اللي جايبها لي؟ الفيلم مليان نجوم، فعندنا احمد فتحي وسليمان عيد وادوارد وندى موسى وويزو وفرح الزاهد ومحمد لطفي ومحمد رضوان وعلاء المرسي واوتاكا وابراهيم السمان وشريف حسني ومحمود حافظ ومحمد الصاوي وناجي سعد وطاهر ابو ليلى ومصطفى عنبه ودينا جمعه. فالفيلم ده بيضم اكتر من 22 ممثل وممثله، مش عارف الصراحه جابوا العدد ده كله ليه، بس هنشوف في الفيلم يعني. اما القصه فهي بتدور حوالين 7 قصص مختلفه وشخصيات متنوعه، ولكنهم كلهم مرتبطين بجثه غامضه بتنتقل ما بينهم بطريقه ساخره وبتسبب ليهم فوضى كبيره في حياتهم وهم بيحاولوا يتخلصوا منها. وبكده اكون وصلت معاكم لنهايه الفيديو، فلو وصلت معايا لحد هنا احب اقول لكم ما تنسوش تشتركوا في القناه وتعملوا لايك وتزوروا موقعنا وتقولوا لنا ايه اكتر فيلم متحمسين له في عيد الفطر السنه دي. وسلام.